اهو اهو. اسمها ايه عملتها وهي اتقلبت منها؟ يا جماعه من جوه مفيش ميه، وريهم ان من جوه مفيش ميه. في ميه ولا فيها ميه؟ مش ميه اهو. ميه. تحتها سكر؟ اه طبعا سكر. مش ميه. زي ما حضراتكم شفتوا اهو في المقدمه، زبادي 10 على 10 احترافي، ام محمد عاملاه بطريقه يعني ملوش حل. مفيش في ميه، متماسك جدا. ويعني زي ما سمعتوها كده في كذا يوتيوبر عملوا وجت تقلب الزبادي في الاخر وقع. لا، النتيجه قدامكم بفضل الله، حاجه يعني الله وكيل 10 على 10. كل سنه وانتم طيبين. يلا كده نبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو من اللبن غاليينه وسيبناه لما يبرد يعني دافي، يعني نقدر نحط صباعنا في اللبن ما يتلسعش، يبقى كده درجه حراره اللبن هي المطلوبه. عندنا بقى الخميره بتاعتنا عباره عن كوبايه زبادي بلدي، زبادي بلدي ومعلقه من السكر. معلقه السكر دي ممكن ما نحطهاش، بس في ناس بتحبش السكر اللي بيبقى الزبادي اللي بيبقى فيه لزعه او مزز، فمعلقه السكر هتضيع المزازه دي. والسر بقى هنا في تماسك الزبادي اللبن البودره. لبن البودره اللي احنا بنحطه ده هو دوت السر اللي خلى الزبادي متماسك جدا وما فيش فيه ميه. تمام يا جماعه. ام محمد بقى خدت القشطه بتاعت اللبن وخدت معلقه السكر واللبن البودره وقلبتهم كلهم على بعض تقليب جيد جدا. هي دي الخميره اللي هنعمل بيها طواجن الزبادي بتاعنا. هتاخد بقى الخميره دي تصفيها من المصفى لاي شوائب او تكتلات مش عايزينها تبقى في الزبادي عشان يطلع زبادي ناعم جدا. ونرجع نقلب اللبن تقليب جيد جدا لحد لما يبقى كده نتاكد 100% ان الخميره واللبن كلهم بقوا خليط متجانس، خليط واحد. نجيب بقى الفخارات بتاعتنا او الكوبايات ايا كان اللي حضرتك هتستخدميه. انا بحب الفخار في الزبادي انه بيديله طعم كده جميل، وهو رخيص يعني مش غالي، ده 3 ب 10. فبستخدمها في الزبادي وفي مأكولات تانية وفي الرز الفرن. بصراحه يعني بيدي طعم حلو قوي للحاجات اللي هي المصنوعات الالبان. وزي ما انتم شايفين ام محمد بتصب قدامكم، مفيش اسهل من كده. حاطين في صينيه اللي انتم شايفينها دي صينيه مربعه، لو مفيش المربعه يبقى صينيه مدوره. طب ليه في صينيه؟ عشان احنا دلوقتي يا جماعه هنعمل حضانه. دي حضانه هنعملها في البيت، عباره عن مكان كده وعاء اهو بيضم الكوبايات وهننزل فيه بالميه السخنه. البخار قدامكم يا جماعه، دي ميه سخنه بس ما وصلش للغليان. طيب المنسوب الميه عشان الناس اللي هتيجي تسال في الكومنتات، منسوب الميه لحد لما يوصل لربع الطواجن او ربع الكوب بتاعك. يعني احنا بنزود ميه قدامكم اهو، واصلين للربع وداخلين كمان على النص. تمام، هي دي الحضانه بتاعتنا. هنبتدي بقى نعمل ايه عشان نكتم البخار دوت ويبتدي الزبادي ده يستوي. ام محمد هنا استخدمت البلاستيك راب، بتبتدي ترجع الطاجن تاني وهتمسك بقى البلاستيك راب دوت اهو تقفل الصينيه بتاعتنا. طبعا صينيه مضلعه مربعه مدوره اللي متوفر عند حضرتك، مفيش اي اشكاليه في نوع الصينيه. نجاح الزبادي مش ملوش علاقه بالصينيه. تمام، هنقفل بالبلاستيك راب وبعدين هنحطه في الفرن ونغطيه بفوطه. هيقعد قد ايه يا جماعه في الفرن؟ الفرن هيقعد فيه 4 ساعات والفرن دافي. يعني حضرتك لازم تشغل الفرن تسيبيه يدفى وبعدين ندخل الصينيه بتاعتنا وهو دافي. يبقى الزبادي محطوط في وسط بخار وميه دافيه سخنه وكمان متقفل عليه فوطه ومحطوط جوه فرن دافي. كده هنوصل لدرجه التسويه السريعه والمظبوطه زي ما انتم ما شفتوا. قعد 4 ساعات بالظبط ودي كانت النتيجه النهائيه بتاعته. جربوها وما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.